البنكرياس فيه وظيفتين، بيشتغل كغده وبيشتغل كعضو. فاحنا هناخده النهارده كوظيفته كايه؟ كعضو، ان هو بيفرز انزيمات. فهنا دلوقتي بيفرزوا انزيمز بتحول برضو البروتينز الى احماض امينيه، بتحول الكربوهيدرات الى جلوكوز، الفاتس الى فاتي اسيدز. فهي برضو بتاخد العنصر البلك وبتحوله لايه؟ لعنصر صغير. فتلاقي ان هو بيفرز انزيمز بتاعت البروتينز اسمها ترايبسينوجين وكيمو ترايبسينوجين. دي انزيمز برضو بتتفرز، بتروح للسمول انتستين وبيبدا عمليه الهضم اللي موجوده. عندي انزيمز ثانيه الاميليز واللايبيز، ده واحد بتاع كربوهيدرات واحد تاني بتاع الدهون، وهنا بيروحوا برضو للسمول انتستين وبيبداوا في العمليه بتاعه الهضم بتاعتي. مش مجرد بس الانزيمز اللي جت من البنكرياس هتخش السمول انتستين، لا ده كمان المعده لما جت عملت تفريغ للاكل بتاعها هو نازل معاها اكل معمول بخليط كده من ايه؟ من الانزيمات ومن الاتش سي ال. هو مش بينزل لوحده. هو احنا مش لما بيحصل ارتجاع للمريء بتحس بحموضه؟ حلو، ما انت برضو الاكل ده لما بينزل معاه برضو ايه؟ اتش سي ال. فهو بيكون نازل مش بس الاكل وهو مهضوم، لا ده كمان بيكون نازل معاه الانزيمات والاسيديتي بتاعته.